بناوی خوای بخشنده مهربان حمد و ثنا و سپاس و ستایشی به پایان بخوای پروردگاری جهان، درود و سلام لسر پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم و لسر اهل بیت و هم یاران و همشون کەوتوانە تا کۆتا زمان. برایانی عزیز و خۆشەویستم، لە پرۆگرامی زاد قۆناغی یەکەم بابەتی بیرروباوەڕ و عەقیدە گەیشتوینەتە لاپەڕەی 51 تعريف التوحيد ومنزلته. تعريف التوحيد اللي هو تسبيك إن شاء الله تعالى بك كعزاد وما نخونته يمشي إن شاء الله يواش شرحك. تعريف التوحيد ومنزلته. أولا تعريف التوحيد. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وإصلاحا إفراد الله سبحانه بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. بله توحيد للزماني عربية سرچاوي وحد يوحده، وحد يوحد توحيدا، واتا اشتكي كرد بيك لا اصطلاحي شا طبعا تاكبر السيخواي پروردگاره بهمو اويك ديويست او تايبته بخواي پروردگاره كالألوهيته وهروها الربوبيته، يعني لألوهيته يعني لبرستنا للربوبيته واتا لپروردگاريته وهروها لنا وجوانا كانوا صفات برزقانا ابيتو افرادي خواي پروردگار يعني تاك برستي خواي پروردگار تنهاي خواي پروردگار. فالتوحيد في أصل اللغة والشريعة بمعنى الإفراد، أي إفراده سبحانه بهذه الخصائص التي تفرد بها، فلا يشاركه فيها أحد مهما علت منزلته، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا. التوحيد لأصل لغة عربية وهروها لشريعتها بمعنى التنهايته، يعني إفراد وتنهاي خواي پروردگار لو خصائصاني كهي خواي وهي كسي كتر عند تايبت مندي هي خواي هي كسي ترنيه تو ابي تنهاي خواي تيابكي وطبعا لو تايبت مندي ليش هيك كسي كتر هاو بشي خوانا كاتيا حرشني او كسا لو باي برز به، يعني باب ملائكه مقرب به وكو جبريل عليه السلام، باب ملائكه مرسل به وكو محمد المصطفى، باب ياويكي صالح به وكو هر صالحك لصالحيني خوا فرستان لها مو زمانك. وليعلم أن التوحيد لا يقوم حتى يجتمع فيه أمور ثلاثة: الإقرار به في القلب، النطق به باللسان، العمل به بالجوارح. وأبي أوجب زاني كتوحيد دانا مزرعتها وكوسيش تتيا يعني جيب الجنبه، أبي إقرار بكي بدل يعني لنا ضل ولا ناخي ضلطة تودغاني في ابني وبزمان يجبيلي وبعد مكاني جستشت جيب جيبكي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا فلم يكن الرجل مسلما. محمد يكوري عبد الوهاب أفرمي لك في كتابي كشف شبهات أفرمي خلاف نية لوي كوات توحيد بيويست أمشتاني تيابي أبي بدل به دعاي زمانيش تصديقي بك أمجا كرده وكان إلى ششي لقلابي أقريك لمانيت يعني بيو كابرايا مسلمانية. وجود كلمة التوحيد في نصوص الكتاب والسنة. يزعم أهل البدع أن كلمة التوحيد ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله، وهذا باطل من القول، بل إن نصوص الكتاب والسنة مليئة بها. طبعا ديارة كوملا خلقان كان أهل بدع ألين توحيد يجي أصلي كينية لقرآن والسنة، يعني أمو شيء توحيدك يوم بكاري دينا العقيدة هيك أصلي كينية لقرآن ولا السنة بيغمرها صلى الله عليه وسلم. طبعا قصي كيبو تشلا براسي بلكو نصوص كانوا دقيقة كان القرآن والسنة برا لك وشيء توحيد إيسا بريك باسك على القرآن أم جادية السنوي كوا لحديث بيغمرها صلى الله عليه وسلم هروها باسك يعني وشيء توحيد هاتوا. بله قال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الإسراء آية 46. وقال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وقال تعالى: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد، وغير ذلك كثير. والله ما هو معي تانا كشتي تماشاك جاخذ لسر كلمة توحيدك كاتوا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال باس خواب كي بتاقو تنيا سيركي كافر كان اشتلكن
وهروها خوي تعالى فرمي إذا دعي ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. أجر باس خوي بتنيابك سيرة كمان باورت لنا كان ويشرك به أجر ها وش ببرياردي سبحان الله إيمان تيرن. وهروها إبراهيم عليه السلام فرمي وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وإلهكم إله واحد. أمانة هم باسي واكا كوحدانية وتوحيد وشيء كالقرآن والجلاوة. هروها طبعا للسنة شر. ومن السنة أخرج مسلم في حجة الوداع من حديث جابر رضي الله عنه وفيه حتى إذا كان بالبيداء أهل بالتوحيد. حتى إذا كان بالبيداء أهل بالتوحيد. بالله. وفي الصحيحين باسي حجي في غمرك صلى الله عليه وسلم فرمينا تاقيش الصحراء أهل بالتوحيد يعني وشيء لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك. بالله. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى يمن فليكن أول ما تدعوهم فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وهذا لفظ البخاري. والله من لفظ البخاري فرمي كم شتك بانيانا كيبولاي تشيبت توحيد خوابيا ولا لفظ كتر عليه لا إله إلا الله كوابو لا إله إلا الله وشي توحيده يعني. مرة. وقال صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هركس توحيد خوابكات وكفر بما دوني يعني أو بكات يعني توحيد خوابكات وكفر هر شيء ترك جعل توحيد خوابك الشركة كفر بوابك أو كاتا حرام بيه لسرمان شي مالي خيني وحساب شي لا يخوي بالوردقار. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة. يعني أميشر باسي يكي كل الروايات كان حديث بني الإسلام على خمسة يكي كان الروايات كان هاتوا لفظة كلفظ مسلمة على أن يوحد الجل ويكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله على التوحيد إخوابك إمجان يوجبك يعني لا إله إلا الله توحيد لا إله إلا الله. بلى. منزلة التوحيد وأثره على الفرد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى أعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا كان أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ابن أبي العز حنفي فرمي رحمتي خوالي بي فرمي بزانك توحيد يكم بانقوازي في غمرانا يكم دعويها مو في غمرانا توحيدا يكم منازل كان الرقاية يعني يكم منزل جاي الرقاكية رقاي إسلام رقاي خوا ويكم مقام أو كسير رقاكة بقدر تبر تيا إقاماك يعني تيا أوسيو هنا أو كسير رقاي خوا قدر تبر سالك. جاء فرمي خوي تعالى فرميتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وهم أمتك في غمر ما نرد شيء فيامك في غمر كان عمو في غمرك أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني فيامي في غمر كان لا إله إلا الله وابا فرسو دول بقرا لغوي غير إخوة فرسره بويا واجبه لسر حمو مكلفك بلا لا إله إلا الله محمد رسول الله بوي بيتناو إسلامه. فالتوحيد أول ما يدخل به الإسلام يا كم شتيك كإنسان تريتناو إسلام وشيا توحيده ويا كم شتيكيش يعني آخر شتيكيش كإنسان لدنيا درجة وإيلت وتني لا إله إلا الله في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم آخر كلامي آخر شيء لدنيا لا إله إلا الله بكاتي درجة أتشي تبعش دور. وتظهر منزلة التوحيد الكبرى من خلال الآتي. أولا بالله الله اللي هو بما درك بيت يعني بري خالي ناوته للرانجي أن خالنا بما درك كتوحيد زور جرينجا براسي ومنزلته بلوفايكي زور جوريها هي كم يعني طبعا ما زور جرينجا حتى لمجالس باسيكي لمحاضراته لدرسه يعني بابتكي زور جرينجا براسي مو ما نبي ميزانين. بالله. أولا أنه الغاية من الخلق كما قال تعالى بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الذاريات أي ليوحدون. يعني بم خاڵانە بۆمان دەرەکە کە تەوحید منزلە و پلۆپایەکی زۆر زۆر گەورەیە. بەم خاڵانە یەکەم مەبەست لە بوونی خەڵق، يعني مەبەست لە بوونی مرۆڤایەتی و هەموو مەخلوقاتیش تەوحیدە، يعني عیبادەتی خوای پەروەردگارە. دووهەم دعوەی پێغەمبەرانە گشت پێغەمبەرەکە. سێم عملەکانی ئینسان وەرناگیرێت ئیلا بە تەوحید نەبێ. چوارەم یەکەم واجبە کە پێویستە هەموو کەسە بیزانێ. پێنجەم حەقی خوایە لەسەر بەندەکانی. شەشەم سەبەب و هۆکاری تەمکینی مسلمانان لەسەر زەویە تەوحیدە. حوتەم سەبەب و هۆکاری ئەمن و ئاساییشە لە دنیا و لە ئاخیرەتە. هەشتەم هۆکارە بۆ لێبوردەیی خوای پەروەردگار. نۆیەم ئەمە ڕێبازی ئیبراهیم عەلەیهی السەلام کە خوای تەعالی ئەمری پێمان کردووە ئەن اتەبیع میلەتە ئیبراهیم حەنیفە، شوێنی میلەتی ئیبراهیم بکەوە، تەوحید میلەتی ئیبراهیمە، ڕێبازی ئەوە. دەیەم ئەشرەف ئەعمال، يعني پیرۆزترین عمل بمطلقی لەم دنیاە بەڕەهایی بەبێ ئیلا ئەولا، ئەشرەف و پیرۆزترین عمل لا إله إلا الله، وتنی لا إله إلا الله. ومەرجیشە بۆ چوونە بەهەشت، يعني کە تۆ ئەوەیە کە لا إله إلا الله بڵێ و لەسەر لا إله إلا الله بمری. کەوا بوو بەم یانزە خاڵەت بۆ دەرەکەوێت کە چییە؟ کە پلەپایەی تەوحید زۆر زۆر گەورەیە. يعني بەم یانزە خاڵە تۆ بۆ دەرەکەوێت کە پلەپایەی تەوحید زۆر زۆر بەرزە و زۆر گەورەیە. جا دانە دانە لەمانە بەڵگەی لەسەر هەم لە قورئان وهەم لە حەدیثی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم. ئیسا دێنە سەر خاڵی یەکەمیان کە وتمان چییە؟ هەدەف و مەبەست و ئامانج لە دروستکردنی مرۆڤایەتی و هەموو مەخلوقاتیش بریتیە لە تەوحید. خوای تەعالی فەرمی وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من جنۆکە و ئینسانیشم دروست نەکردووە ئیلا بۆ ئەوە نەبێکەوە عیبادەتی من بکەن. يعني کە بۆ غایەت لە خەڵقی خەڵق و لە خەڵقی مرۆڤ بەتایبەت ئەوەیەکەوە توحيد خوابك. دوهميان أنه دعوة الرسل جميعا عليهم السلام، وأولها كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوي قشت غمر كان ويا كم قصي أوانيش، يعني السرتاي حمو دعوة كانش هاد أويه لا تبي غمران دعوتين كردو. خوي تعالى فرمي أي پیغمبری خواه اما هیچ پیغمبرێک مان نەناردووە پێشی تۆ إلا هدفی چییە؟ ئامانجی چییە؟ ئەوەیە تەوحید بگەێنێ، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، يعني خوا تاکو تەنیایە، فاعبدون کەوا بۆ بیپەرستن. ئەنبیا 25. بەڵێ. سێم أن الأعمال لا تقبل إلا به. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عمل ببيت توحيد ورناگیره. بلغش من اوی خوای تعالی فرمی وحی من بوت وناردوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو اوانی پیشی توش، یعنی پیغمبرانی پیشی تو اگر شریک بو خوا قرار دی کردوگان تمی بطالبت و خسارو من دبی بلکو ابي تحاكو تنيا خوا بپرسي و راضي و شاكريش بي بو پرسنا. باب فارم أنه أول واجب على المكلف ينبغي أن يتعلمه، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهي آخر كلمة ينبغي أن يقولها قبل أن يفارق الحياة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. يعني تماشاك يكم شيء كبيويست فيربي فعلم أنه لا إله إلا الله. آخر قصية كبيويست لسري بمري، آخر شيء كبيويست لسري بمري أويك بيغمرها فرميار كسي آخر شيء لا إله إلا الله به أتشي تباشته. ينجم أنه حق الله على العباد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
بەڵێ حەقی خوایە لەسەر بەندەکانی. معاذی کوڕی جەبەل فەرمێ لەگەڵ پێغەمبەر بووین صلی الله علیه و سلم لە سەفەرێکا، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەری کردە دواوە، فەرمووی ئەی معاذ دیارە ویستوێتی ئامادەیەکی بۆ دروستکە، لە خزمەتە مای پێغەمبەری خوا. دۆزێکی تری پێچوو ئەی معاذ لە خزمەتە مای پێغەمبەری خوا. جاری سێم فەرمووی ئەی معاذ، طبعا هەر جارێکیش ماوەیەکی بینی بووە، من لە خزمەتە مای پێغەمبەری خوا. فەرمووی ئایا زانی حەقی خوا لەسەر بەندەکانی چین؟ وتم خوا و پێغەمبەری خوا ئازانن. فەرمووی حەقی خوا لەسەر بەندەکانی ئەوەیە کە بیپەرستن و شەریکی بە قەرار نەدەن. طبعا حەدیثەکە بەدرێژی فەرمووی ئایا زانی حەقی بەندەکان لەسەر خوا چییە؟ وتم خوا و پێغەمبەری خوا ئازانێ. فەرمووی ئەوەیە ئەگەر بیپەرستن و شەریکی بە قەرار نەدەن وعدی داوە خوای تەعالی بیان خەتە باشتر. يعني زور واضحة. بله. ششم أنه سبب التمكين والاستخلاف والأمان في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هۆکاری دەسڵات لەسەر زەویە جێگیربوون و ئەمان لەسەر زەویە پلیتە، یعنی هۆکارەکەی چیە؟ هۆکارەکەی تەوحیدە. خوای تەعالی فەرمێ لە سورەتی نور ئاەتی 55 نەمایەتە زۆر زۆر گرنگە هەموو مسلمانان بیزانن و لەبەریشی کەن. خوای تەعالی وعدی داوە بە ئیمانداران وعد الله الذين آمنوا منكم و ئەوانشی کە عملی صالح کەن خوای تەعالی وعدی داوە بیان کاتە خەلیفە لەسەر زەویە، بیان کاتە خاوەن دەسڵات لەسەر زەویە، وەکو چۆن ئەوانەی پێشی خۆیانی کردە دەسڵاتدار، بەڵام مەرجیە خوای تەعالی و وعدیشی داوە تەمکینیان پێ بدە لەسەر زەویە، یعنی دینەکەی جێگیر ببێت و بڵاوە بکات لەسەر زەویە و زاڵ بێ بەسەر دینەکانی ترە، ئەو دینەی کە خوا پێی ڕازی بووە و خەوفیان بۆ بگۆڕێت بە ئەمن، ترس و بیم کە ئیسا مسلمانانی داگرتووە. خوای تەعالی وعدی داوە بیگۆڕێ بە ئەمن و ئاسایش، ئەمن و ئەمان، بەڵام مەرجەکەی چییە؟ مەرجی چییە؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني شريك بخوا قرار ندن، غير إخوانا كان شريك إخوة، ومن كفر بعد ذلك كسيك كما ينكر الجبل جينكر فأولئك هم الفاسقون. حوتم أنه سبب الأمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا شون بلا دنيا سبب أمنه توحيد ترى ولا آخرتش مراسي وكساني كوا إيمان يعني هنا وباشا شريك يعني ظلم. طبعا ليلة برزان فرمي قال إيمانك ظلم يتيقلنا كرد، يعني شيء ظلم يتيقلنا إن الشركة لظلم عظيم، يعني توحيد يعني بو شريك هذا قرارنا ده أولئك لهم الأمن وعد دعوة أمن وآسعيش بؤده هنا وهم مهتدون لقيامتش. طبعا هداية دراون. بل أشتم أنه سبب مغفرة الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك بالله مانع من مغفرة الذنوب. يقول لا طبعا ما خشتم قال معناه كأويك هو كاري لبردني تاوانا كان توحيده. الله تعالى فرمي إن الله لا يغفر أن يشرك به، لو كسقوش نابي يعني كسب الشريك قرادان ومرد بيه قال لي خوش نابي، بلام جيل للشريك قرادان قناح كان قابل ابوي كخوي تعالى لي خوش به، يعني اصلا قابل ابوي خوي تعالى نانج خاطر جهنم ولا سرت وانا كان يعني. بله. فائدة إثرائية: حديث البطاقة روى الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟
فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيئا. ما شاء الله. طبعا حديث الإمام الترمذي قرأته حسن تحسين شكال لعبد الله كوري عاص فرمي للرجل قيامتها يا غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم. طبعا للرجل قيامتها كابلا دينا لأمة غيمن لاستحموا عالم لبردمها مو عالمة. طبعا وانا خرافي هي السجلات كان يقش دان يعني هنا كان سيرة كان نوت ونو السجل يبرك ذا تاوان ولا جناح ولا خراب. الله تتشاور كالسجلات تتشاور كمد البصر. هاي تعالى فرمي طبعا قش يخ النوا هاي تعالى فرمي إنكاري أمان حي شقي يعني أما يتونت كرد بي يعني زيادة كان نسيب للسرة ملائكة كان الله ينور أخويا أفرمي هيك عذري كتيا يعني بيانو يبيني توا الله ينور أخويا. إنت طبعا كابرا بيومي ده يعني تواو فكيا كيوتر نزيك ويا بيخ بيدن لبربو جهنم. هاي تعالى فرمي فليلة مكان حسنيك يا أما بطاقية كيبودا لك كتيايا نسرا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاي تعالى فرمي إن كان يبقى نسر تاي ترازي خرافة كان أوها مستجلاته وأمشي والله إخوة أم بطاقية برام بربوها مستجلاته أنا تشي. هاي تعالى فرمي بيخنا السري كظلمي لناكري أمره قالت يخنا السري أو بطاقية استجلاته كان هم يهبضاتوا جا أخوي في غمري إخوة فرمي لقل نايو إخوة يتشتي قرسنيا جواب لا إله إلا الله زور قولي براستي. بلى. قال الشيخ الإسلامي على حديث البطاقة فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية، إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في صورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيما. ابن تيمية رحمة الله عليه فرمي دربالي حديثي بطاقة فرمي طبعا حديثة هذا حتى أنها وني لا إله إلا الله يكتبه يعني كابرا الله إخلاص يكو رازقويه كي توابي لقلابوه أو لا إله إلا الله ونية صافيه كي زوري تيابوه يعني كابرا راسه قنا أحباره شاكا كان يغالبوه خرافة كان يغالبوه بس شاكا كان يم كابرا لو أنا نيجي شكل به لو أنا عبادات شكل به بس أما لما فلوس سكانه لو أنا كوا حرشي كذا شاكان يدراوا خلق أم جا شاكينا ما خرافة كان دات سريع يعني أم كابرا ونبي هيش كاري كي نبوه بلام إفلاسي كردوه جاء فرمي ابن تيمية فرمي كلمات راسها يعني ست لوانية تو كلمة قليل منش كلمة قليل بلام تو زور بإخلاص ويبيتو زور نية تفاكا فرق بيني كلمة كي منو كلمة كي تو زور كلمات راسها يعني عباداتش راسها هم الشغل الظاهري وقت يكوايا بس ناخي ضل أي قريه جوازيكي زور هي بهوي ناخي ضل أوه اشتركاني ضل يعني دوكا ليلة القدر أقرب يكي كان ليلة القدر كي عبيتها معي غفران بوي يجي ترجع ليلة القدر كي حتى نهاوى الله يقبل نسيرتها هرب بشنات مو مزقو طبعا هرب بشنات قرآن لو هم يعني بيك شنو جان كردو بالله عميان لكيو يعني لكيو ضل كان يقوره انت لو بينيش اخذت تري شيء بدرجاته حسب درجات حسب نيتك بالله نويم أنه ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعها كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كما أنه دعوته عليه السلام حيث قال تعالى حكاية عنه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. توحيد ملة إبراهيم أو طبعا رباز إبراهيم معروفة يعني قصة كان يدرب عليه توحيد وإمام موحدين بالراسي إبراهيم فايت على أمر بيماك شني ملة إبراهيم كين يعني ملة إبراهيم ظاهر تنشد لملة إبراهيم هاتشيا توحيده فايت على الأمر كانت يمشوني أو بكين جاء فرميه حنيفا وما كان من المشرك إبراهيم موحد هو غاية الدرجة وبحيث شوية شريكي بأخوة قرآن نداوة وطبعا ما أجزانين دعوي إبراهيم عليه السلام يشهر أول دعوي إبراهيم عليه السلام توحيد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا طبعا كما أنه دعوته عليه السلام حيث قال
الله تعالى حكاية عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعاء إبراهيم يجبو عليه السلام كاتك دعاء كاتو فرمي خوايا مالك طبعا كعبد السكا دعواك على خوايا أمالا آمين مكي أمنوا أسايش كتاب القرار كي وخوموا نواكشن بباريزي لوي كوا هاو وجبتو برالين بد بباريزي بله. ديم أنه أشرف الأعمال مطلقا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. هو أشرفين أعماله طبعا بيروسترين أعماله وبيروسترين أذكارشه يعني أقوالشه. رسالة في غمر كنا صلى الله عليه وسلم شي عملك زور قوريه زور شاكتره فرمي إيمان بخوا يعني توحيد إخوة وإيمان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وطبعا ما إجزاني أفضل الذكر لحديثاته لا إله إلا الله. بله يانزيمو كوتاي أو خلاني كباسي كدول ليلة وكو بلغه نايبتي بو غوري بلاي يعني بو غوري بلاي توحيد يعني التوحيد شمل كان برزه لا إخوة تعالى ولا لا إيمانا ولا إسلاما ولا إحسانا أساسا هم إلى توحيد مزرعة آخر هو كر ينظم أنه شرط لدخول الجنة كما قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وأن من جاء بما يناقضه كالشرك بالله أو غيره كانت الجنة عليه حراما ومأواه النار كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. توحيد مرجي شو نبهشته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى نيري بيان ميه ما دام كاري شاكاكا بلام بمرج جلاوة وهو مؤمن إيمان دار به أوانا فأولئك يدخلون الجنة. طاب نام دا عكس كشي يعني أجر شريك وخا قرار بدي شني جهنمه هو بهشت سري حرامه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة بهشتي لسر حرامه ومأواي أو كسكوية أجري جهنمه. طبعا بيقومان ظالم مستمكارانيش هيش كسر سري أنا أخاف أنا مامده لا وكان قايت على الرحمن في قيادات مامده لا مزرعة وكان سر توحيد.